ده انا اللي المفروض استغرب انك هنا. انا جاي الحلاله اللي بتوع يحيى. غريبه. لا لا، كمان جيت عشان الحق العيله اللي بتوعها. خلاص نلحقها سوا. بس الكرسي ده يا ابو علي ما بيشيلش غير واحد بس. هتقتل اخوك يحيى؟ ما هي الحكايه كده يا ابو علي، اللي اتظلم في حياته بيتظلم في مماته برضه. وانا وانت اتظلمنا كتير، بس انا ما عنديش استعداد اموت النهارده. وليه حد يموت؟ عشان حد يعيش. اللي بيتظلم ما بيظلمش. بلاش تظلم نفسك وتظلمنا كلنا معاك. وما تشيلنيش انا حمل السنين اللي فاتت. واشيله انا ليه؟ واشيله انا كمان ليه؟ عشان في حد لازم يشيل يا ابو علي. انا مش جاي اعمل زي ما عبد الله عمل، ولا اخد حقي بالدم، بس في نفس الوقت مش هسيبه عشان ما يضيعش مننا كلنا. عارف انك مش ناوي خير. مش هوسخ ايدي بدمك يا سميح. خدوه على السجن. لازم تلحق العطارين بأي طريقة يا كرم. هاتوهم. ادخل بسرعة. جه الوقت اللي تنتهي فيه حكايتكم يا عطارين. سيبها واسيبك تعيش. نزل نزل سلاحك. نزل سلاحك بدل ما تموتوا انتوا التنين مع بعض. يلا يلا.
نفسيش غير في حاجة واحدة بس، ما موتش على الدم التقيل ده. سارة أنا عايزك تموتي وأنت مطمنة. جوزك راجل نظيف، أنا قلبت الشات بتاعه كله ما لقيتش أي حاجة. والشهادة لله يعني أنت ما تتخانيش. فكنا يا مروان، لو أنت راجل فكني. قال لك راجل يا مروان، لو راجل يا مروان بلاش هي. خليك راجل يا مروان بلاش هي. لما تفوق نبقى نشوف امها هتعمل ايه فيها. بلاش يا مروان، مروان بلاش عشان خاطري. أنت إيه يا أخي؟ همك ده عيالك؟ أنا مش فاهم. يعني شوف ربنا مين اللي تلحقك مني؟ مراتي. انت كان ليكي عندي طلب واحد ما يتردش، وانا عشان راجل بحب اللعب هنفذه لك، بس على شرط. انا عايز ساره بايديها الحلوه دي تضرب فارس على وشه قلم انما ايه طرقه. وده ليه؟ علشان خاطر تقول له عيب، ما يصحش يا فارس. مش هينفع يا مروان. خلاص يبقى يموت. خلاص 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 خلاص، عشان خاطري، عشان خاطري يا سارة، ساعدي نفسك وساعدي فارس. لا يا سارة، لا ما تموتنيش يا انت. ابني لا لا يا سارة ما تموتنيش انت. ولا اقتلت يا مروان. لا يا سارة، ما موتنيش انت يا سارة. لا 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 برافو برافو يا سارة. عايزين نتصرف بسرعة يا كرم، الوقت بيسرقنا. جان هانم نايمة فوق منهارة. للأسف رضوان هرب من رجالتي، بس هنوصل له. أهم حاجة سلمى يفضل تليفونها مفتوح أطول فترة ممكنة عشان نعرف مكانها فين. إيه حكاية رضوان ده؟ ولا حاجة، واضح إنه مش قادر ينسى اللي حصل لأبوه وأمه. هو أبوه كان شغال مع زين بيه الله يرحمه، مظبوط؟ مظبوط، واتقتل في عملية من العمليات، بعدها بسنتين أمه اتقتلت. وبعدين؟ ولا قبلي؟ هو تصور إنه زين ورا قتل أبوه وأمه، بس زين ما عملهاش. أيوه تمام، اقفل. رضوان في المكس. حلو كده بقى، يبقى قضي الأمر.
خير يا دكتور؟ احنا طلعنا الرصاص والحمد لله، لكن ما اخبيش عليكم في واحد من الاثنين حالته مش مطمئنه بالمره. الموضوع ممكن يحتاج عمليه. مين فيهم يا دكتور؟ ما تقلقوش باذن الله خير، بس انتوا ادعوا لهم ربنا ينجيهم. حازم ان شاء الله. وانا بامن على الحراسه اللي على اوضه صالح، ما لقيتش ولا واحد منهم، وما فيش حد في الدور كله. احنا شكلنا كده متطورين. في واحد في الماكس اسمه الريس رفاعي، اي حاجه هتحتاجوها هناك هو هيقضيها لكم. لسه برضه زي ما انت يا كرم. الله يرحمك يا سيدي. كان دايما يقول لي كرم ده برغم سنه الصغير انما له في كل خرابه عفريت. الخرابات دلوقتي كلها بتاعتي، بالعفاريت اللي فيها كمان. الله يرحمه زين بيه، مهما عملت مش هوفي اللي عمله معايا ابدا. ازاي بقى؟ ده كفايه انك جيت ولحقت العيله، من غيرك كان زمانهم كلهم ماتوا. لكن قول لي بقى يا كرم، العفريت بتاعك بتاع الماكس ده معانا لحد فين؟ لبعد الاخر بشويه. ايوه يا مريم. عمار؟ ايوه يا سليم، عمار ورقية. طب اسمعي، ما تخليهمش يروحوا في اي حته، امسكي فيهم وخليهم قاعدين لغايه ما ارجع. لا يمشوا فين، دول في عينيا وقلبي. اصيله يا مريم. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وترجع لي بألف سلامة. انا مش عارف اقول لك يا كرم. ما تقولش حاجه يا سليم بيه، لولا اني مسافر بره مصر كنت جيت معاكم الماكس، ده حتى اسكندريه وحشتني. كانك معانا بالظبط، وكفايه اللي عملته لحد كده. عموما لو احتجتني انت عارف هتجيبني ازاي. تروح وترجع بالسلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. ما تعرفش فين الريس رفاعي؟ الحمد لله على السلامة يا سليم بيه. سليم بيه؟ انت مين؟ أنا الريس رفاعي. قولوا لي صالح على سير مجهز بسرعة. أنا مش فاهم فيه إيه؟ الناس راحت فين؟ ما تقلقش يا دكتور، خليك معاهم انت بس وانا هتصرف. هات لي سلاح. خلي ده معاك. بس أنا ما بعرفش أستعمله. هتعرف تستعمله. هتبعته؟ لا خليك هنا، خليك اطمن عليهم هنا. يلا حرب.
استنى يا فارس. فارس انت رايح فين؟ راجع للطين يا ساره، راجع لبلدي وارضي اللي اتربيت فيهم. هرجع يمكن الاقي فارس بتاع زمان. انا مش عايزه غير فارس اللي انا حبيته وعرفته. فارس انت بالنسبه لي احن واجدع راجل في الدنيا. انا اصلا ما حسيتش بالامان غير وانا مراتك. امان؟ امان ايه اللي كنت حاسه بيه؟ كنت حاسه بالامان وانا متكتف ومرمي جارك؟ ولا كنت حاسه بالامان وانت بترفع يدك علي؟ انسى يا فارس، انا اصلا عملت ده غصب عني، والله العظيم كان غصب عني. كنت عايز نعمل ايه يعني؟ اسيبه يقتلك؟ انسى يا فارس، انسى عشان نعرف نعيش. ما تجيش ينفع يا ساره، انت ما تستاهلنيش، تستاهلي راجل يعرف يحميكي. سيد الرجاله بزياداك عاد، توجعيش قلبي. سيبيني امشي، انا مش هرجع يا ساره غير لما احس اني قادر اخد حقي والحالي. فاكر زمان كنت بتقولي ايه؟ كنت بتقولي ما تسيبنيش، دلوقتي بتعمل كل حاجه عشان تسيبني؟ يا ساره انا ما رضيتش اطلقك عشان ده طلبك. انا طلب انك تسيبيني براحتي، سيبيني على كيفي. عايز ابعد عن كل حاجه، ولا انت عايزاني اطلق دلوقتي؟ بس حياتي، انت لو مشيت انا كده خلاص حياتي ضاعت. انت مش حاسه بحاجه يا ساره، مش حاسه بالنار اللي بتاكل في جتتي. لو غالي عندك سيبيني امشي، سيبيني وانت اصبري، اصبري واستحملي وربنا فرجه قريب. طب اجي معاك؟ الموضوع خلص يا ساره. أبو علي، أنا طلبت السماح من يحيى بس هو ما ردش عليا، بس أنا عارف إن هو هيسامحني. صح؟ هو أكيد هيسامحني لما يعرف إن أنا كنت نازل وعارف إن أنت في خطر. شفت رافع عليك المسدس، معرفتش أعمل إيه بصراحة. أنا آسف يا حسن، وآسف يا يحيى، بس والله ما كانش قصدي. مدهبي؟ ايوه. انا حازم زين العطار، واخواتي تعرضوا للقتل. حضرتك هنحقق في الموضوع ده بعدين، انا جاي عشان موضوع تاني خالص. انا معايا امر ضبط واحضار استاذ ارهام الذهبي. ليه؟ الاستاذه متهمه بشروع في قتل صالح العطار. انا عمري ما هنسى اللي انت عملتيه فيا زمان. صالح انا اسفه. اسفه على ايه؟ على اني خليتيني احبك. وقفت ليه؟ من النهارده العيله دي مش هتكون جزء من تجاره السلاح في البلد دي. مين يا عايزين ايه؟ عينيك يا صالح، ما بقتش شايفاني زي زمان. شد حيلك. مين يا دكتور؟ صالح. عشان في حاجات كتير ماتت. هتزعل. واللي بيموت ما بيرجعش.
ياسمين اطلبي لي حازم، موبايلي فصل شحن. طيب حاضر يا مامي، هطلبهولك حالا. الو. الو، اي حاجه؟ ايوه يا حبيبي، طمني عليك انت واخواتك، ايه الاخبار؟ الحمد لله، يحيى وحسن عدوا مرحلة الخطر. الحمد لله. وصالح؟ الحمد لله، هو كمان عدى مرحلة الخطر. طيب يا حبيبي، كويس انك طمنتني. تيجوا بالسلامة، خلي بالك من نفسك. إن شاء الله يا أمي، الله يسلمك. باي يا حبيبي. سليم بيه، بص. الو، قول لرجالتك ما يتهوروش ويضربوا نار. ده لو عاوزين تشوفوا بنتكم تاني. كنتش فاكر انكم هتاجوا ورايا بالسرعه دي، بس وماله؟ رضوان بيعرف يوجب مع ضيوفه في اي وقت. نورته. انت عايز ايه يا رضوان؟ انت عارف كويس انا عايز ايه يا سليم عطار. عارف كمان ان رضوان ما بينساش. فاكر المكان ده ولا نسيته يا سليم؟ الكلام اللي انت بتقوله ده يا رضوان كلام قديم، مات واتدفن من زمان. بعدين في حاجة كمان انت مش فاهمها يا اخي، حتى وانت دراعك ملو في يدي اتكابر والعظمه واخداك. انتوا فاكرين نفسكم ايه يا عطارين؟ وانت برضه مش عيب عليك تخطف حرمه وتتحمى فيها؟ انا ما كنت جاي عشان اخطف حريم، انا كنت جاي اخلص عليهم كلهم قصاد رقبتك انت. وانا جيت لك اهو، يبقى تاهت ولقيناها. سيب بقى البنت اللي معاك وتعامل معايا راجل لراجل. لو عايزها يبقى تجيني لحالك، تركب زودياك من عندك وتجيني فيه بطولك، وقول لرجالتك اللي مصوبين سلاحهم عليا دول لو حد فيهم فكر بس يدوس على الزناد بنتكم هتموت قبلي. ماشي يا رضوان، ماشي، وانا جاي لك لوحدي. يلا يا عمار، يلا يا رؤية، قوموا كلوا لكم لقمة، انتوا جايين من سفر طويل. هو سليم بيه جاي ولا ناوي يتأخر؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عمار؟ سليم بيه اسمه بابا، ابويا، او شوف انت متعود تقولها ازاي؟ بقولها سليم بيه. بطل غلبة يا عمار، خد بنت عمك وتفضل خش بيت باباك. باباك راح يجيب سلمى بنت عمك وان شاء الله جاي. يجيب سلمى؟ يجيبها منين؟ بنت عمك مخطوفة يا عمار. هو في يا رب؟ زي ما يكون العيلة دي مش مكتوبة لها الراحة أبدا. احنا هنتفضل ناكل جوه وبعدين نحكي في كل حاجة انتوا عايزينها. ايوه يا جيهان. في اي اخبار جديده يا سليم؟ قربنا يا جيهان، قربنا. انا مش عايزك تقلقي. انا مش قادره اصدق ان حتى بناتنا وقعوا في الشر اللي عشنا فيه طول عمرنا. ما تقلقيش بقى، بنتك هتبات على سريرها النهارده. مش ولاد زين اللي يحصل معاهم كده وانا عايش. انا كنت بكلمك عشان اوصيك يا سليم،
لقيتك لسه عايش على وصية زين. وحموت عليها كمان يا جيهان. لا، أرجوك ما تموتش، لا أنت ولا أي حد تاني. مش عايزة حد يموت خلاص. ارجعوا لي كلكم بالسلامة. بالسلامة. سلمى سلمى قومي. قنبلة فين؟ فين؟ اهدي يا سلمى. يلا على المية اجري. ابوس يدك يا امه، ابوس يدك، ابوس يدك، بس يدك يا عاد. حرمتيني من كل الخلق، مستكترة عليا ولدي كمان. ولدك ده لو سبتهولك هيطلع خيبان زيكي، لكن انا عايزاه يطلع اسد، ظهره مسلوب، عوده ناشف، عياره واعر، يهز النجع ده كله. لا، واللي هناك كمان. وبطلي بقى. انا الحاجات دي ما بحبهاش، ما باكلش منها يا عيشه. وريحي روحك يما، ولدك مش خارج برايا يا عيشه. الاسد ما تربهوش غزاله. ما ابقاش غزاله لو ده يبعدني عن ولدي. هبقى الخدامه ليكي وليه، بس ما تبعدينيش عني يا امه. يبقى تبعدي عن الزفت اللي اسمه الدكتور باسم ده. حاضر، موافقه. لو عايزه انا اترابن كمان اترابن، هعمل اي حاجه بس ولدي يبقى في حضني. ماشي يا عيشه، عقبال بقى ما توكد انك هتربيه صح. ابنك مش هيبعد عن عيني هبابه، وان حاولتي ولا فكرت تهوبي ناحيته، انت عارفه يا عيشه انا اعمل فيكي ايه. هتشوفي انا هعمل ايه عشان ارجع ولدي لحضني. هتشوفي يا امه، هتشوفي. سيبني يا عم، في ايه؟ يا عم ما انتوا سيبني ليه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ ماما. سلمى حبيبتي، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.